شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجولة 29 من قطار دورينا، دوري نجوم العراق موسم 24-25، ديربي البصرة بين نفط البصرة والميناء في لقاء مهم للفريقين. طبعا ملعب الفيحاء في البصرة هو من يضيف هذا اللقاء. فريق الميناء الواضح بالصورة بالأزرق يواجه نفط البصرة، فريق اللي يرتدي اللون الأحمر والأسود في لقاء مهم للفريقين. طاقم تحكيم اللقاء طبعا الدولي محمد سلماني، ساعده حيدر عبد الحسن، محمد لؤي صبحي، الحكم الرابع محمد كامل، بينما في غرفة الفار الحكم الدولي أحمد كاظم ويساعده وليد عبد السلطان. مقيم الحكام الدولي السابق صباح عبد. التوفيق للميناء ولنفط البصرة في هذا اللقاء. هنا السوري حسام السيد طبعا مدرب الميناء، مدرب الذي أتى خلف الإسباني بابلو، بينما بالجهة الثانية بنفط البصرة السيد سعد حافظ في أول مباراة يشرف على تدريب نفط البصرة في هذا اللقاء. انتظار صافرة الحكم الدولي محمد سلمان. وبداية اللقاء الدولي محمد سلمان ويطلق صافرته. طبعا بداية لقاء ديربي البصرة بين نفط البصرة والميناء في لقاء مهم للفريقين لحساب الجولة 29 من دوري نجوم العراق موسم 24-25. الميناء طبعا بالأزرق ويلعب على يسار الشاشة، ومدرب الميناء السوري طبعا حسام السيد يلعب بعبد سليم حماد بحراسة المرمى. خط الدفاع كيسندا وتكوارا عباس ياس ومسلم موسى. بالوسط حيدر سالم أوسينو، وكذلك روبن كيليش وكرار جعفر. بالمقدمة سالم أحمد وعلاء عبد الزهرة. طالت الكرة، كرة للميناء، التماس، راجع الكرة من مسلم، يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء. سعد حافظ وفريق نفط البصرة، ونفط البصرة بالأحمر والأسود على يمين الشاشة. نفط البصرة يلعب بمجتبى محمد بحراسة المرمى. خط الدفاع مصطفى عبد الجليل، كرار جمعة، جونيور وحيدر عادل وحبيب فوفانا. بالوسط جوزيف أونجا، حسن داخل، حسام مالك وزيكي. وفي المقدمة إسماعيل أورو هداف الفريق. التماس الآن مصطفى عبد الجليل لنفط البصرة، عالية داخل منطقة الجزاء، المحاولة قريبة جدا والإبعاد من دفاعات الميناء. راجع الكرة هذه المرة إلى كرار جمعة، كرار يلعبها لنفط البصرة، طالت إلى ركلة مرمى لفريق الميناء. وضعية الفريقين الميناء المركز 16 28 نقطة، هذا كرار جمعة لاعب فريق نفط البصرة. الميناء المركز 16 28 نقطة، بالمركز 17 نفط البصرة ب 24 نقطة. نفط البصرة مهدد، وحتى الميناء يعني في الأماكن المهددة بالعودة إلى دوري الممتاز. حيدر عادل الظهير الأيمن، اللاعب الشاب بنفط البصرة، ما نشاهده يشارك كثير بمباريات نفط البصرة داخل منطقة الجزاء، وأول محاولة وضاعت هذه المرة، ضاعت من جوزيف أونجا اللاعب النيجيري بأول تهديد لنفط البصرة. لاحظ اللقطة، التحضير من طبعا
أورو إلى النيجيري، وأول فرصة ضايعة. السلامة لإسماعيل أورو اللاعب التوغولي هداف الفريق. هذا سعد حافظ، تجربة احتراف طبعا في قطر، بداية حياتك لاعب في الشرطة، بعد ذلك احتراف طبعا في قطر، درب الشمال، درب المرخية، وفي الدوري العراقي هاي جماهير السفانة وجماهير الميناء. وهنا حسام السيد أشرف على تدريب طبعا القوة الجوية. بالنسبة لحسام السيد مدرب فريق الميناء 7 مباريات، بينما هنا اللاعب اللي مثل الفريقين وسجل في شباك الفريقين. تتحدث عن كاكاو أو حسام مالك. السلامة لإسماعيل أورو لاعب التوغولي 8 أهداف. الصدارة تبقى للشرطة ب59 نقطة، بعد ذلك الزوراء ب58 نقطة، زاخو ثالثا 52 نقطة، طلبة بالمركز الرابع 48 نقطة. صراع كبير بدورينا. سالم أحمد غاب كثير، سالم هذا الموسم واحد من الأوراق المهمة، غاب طبعا بسبب الإصابة. حيدر عادل لفريق نفط البصرة التماس. هذا حسام مالك كاكاو مثل الفريقين وزار شباك الفريقين في موسم 2020، كان مع الميناء وسجل على نفط البصرة في مباراة 1-1. يومها هو سجل لنفط البصرة طبعا للميناء ولنفط البصرة كان أحمد فرحان. الموسم القادم في موسم 21 كان مع نفط البصرة وسجل في مباراة 3-1. بالنسبة لحسام مالك عالية وخطيرة، والرأسية ضاعت، رأسية أولى كانت من علاء عبد الزهرة. 6 أهداف لعلاء في هذا الموسم انطلاقا من كيسندا. أقول كاكاو في مباراة 3-1 مع نفط البصرة سجل هدف، وحيدر عبد الرحيم هدف، وجاكوب هدف، بينما هدف الميناء كان لذوالفقار عايد. كثيرة هي الأسماء اللي مثلت الفريقين وزارت شباك الفريقين، جماهير العريق، جماهير السفانة. عالية الكرة، محاولة بالوسط، يحاول التسديد لكن إلى ركلة مرمى. محاولة جيدة من كاكاو. حسام مالك 3 أهداف. هذا سعد حافظ اعتقد المدرب الرابع لنفط البصرة هذا الموسم. هم بدأوا بالكرواتي أندريه بنتش، بعد ذلك سالم نيروز، ثم عماد عودة المدرب الأنجح طبعا مع فريق نفط البصرة. والآن سعد حافظ، بينما حسام السيد خلف للإسباني بابلو. سلامة لسالم أحمد لاعب فريق الميناء. طبعا الميناء خسر من المتصدر الشرطة بهدف بالجولة الماضية، ونفط البصرة تعادل مع نادي القاسم بال2-2. بينما لقاء المرحلة الأولى ما بين الفريقين انتهى للميناء بهدفين مقابل لا شيء. جماهير الميناء، جماهير السفانة، الحريق، وتحسين المراكز للميناء. لقاء المرحلة الأولى انتهى للميناء 2-0، مجتبى علي ومهند عبد الرحيم، واللاعبين الاثنين مع الميناء ما موجودين. اعتقد مهند عبد الرحيم اي نعم، ومجتبى في دكة البدلاء. بينما هنا مسلم موسى 3 أهداف، سجل هدفين على اربيل وعلى نفط ميسان هدف. لاعب اللي قدم مستويات رائعة مع منتخب شباب العراق مع العمدة عماد محمد.
يعيدها بكل روح رياضية. راجع الكرة عبد السليم حماد الحارس اللي كان مع الرمادي ولعب للكرخ بفترة من الفترات، بعد من كرر بالوسط تصل لي اللاعب اوسينو اللاعب السنغالي. راجع الكرة روبن كيليش اللاعب كانسيدا او كيسندا اللاعب من الكونغو، بينما هنا اللاعب اونجا. عالية الكرة حسام قطع هذه المرة بالوسط، كرار جعفر يلعب الكرة إلى اللاعب أوسينو مع مسلم موسى يعيد الكرة. راجع من عباس ياس الميناء عبد السليم بالوسط للميناء، الانطلاقة من سالم طالت على سالم إلى التماس لفريق نفط البصرة. الجولة الماضية ما فاز أحد الفريقين، فريق تعادل. نفط البصرة مع نادي القاسم 2-2، بينما الميناء خسر من المتصدر بهدف. آخر مباراتين للميناء خسارتين من نوروز ومن الشرطة، وعنده مباراة مؤجلة مع دهوك بسبب ارتباط دهوك بالبطولة الخليجية. ونبارك لصقور الجبال دهوك ممثل العراق بإحراز اللقب على حساب القادسية الكويتي. لاعب روبن كيليش وأول بطاقة هذه المرة على حبيب فوفانا، لاعب اللي سبق أن مثل طبعا ولعب للميناء وديالة. بطاقة صفراء على فوفانا، لاعب فريق ومدافع نفط البصرة. بالسلامة لكرار جعفر. جماهير الميناء الفريق الكبير لكن تتحدث عن 48 سنة على لقب وحيد. طولوا كثير السفانة، طولوا كثير الميناء. العريق اللي عمره 94 سنة من أقدم الأندية العراقية طبعا تأسيسا مع القوى الجوية، لقب وحيد 1977 المدرب جميل حنون، وأخذ معاه أيضا الهداف كان شقيق جليل. وبعد ذلك الميناء لم يحرز اللقب ولا قدم لنا هداف للدوري. كرة اللعب حيدر سالم عيد الكرة، راجعة هذه المرة عباس ياس تمرير، ابعاد من كرار، راجعة لمسلم موسى التمريرة مع سالم. عباس ياس لمسلم، ضغط من لاعبي نفط البصرة، كرة للميناء، حرة مباشرة وخطأ للسفانة على حساب نفط البصرة. خطأ على كرار جمعة. تكوارا لاعب الافريقي طبعا عنده هدف على النفط. كيسندا عملية تحضير مع كرار جعفر للميناء داخل منطقة الجزاء، ومحاولة جيدة كانت من سالم إلى ركلة مرمى. يحاول الميناء طبعا أفضلية للميناء على حساب نفط البصرة بتاريخ لقاءات الفريقين طيلة 20 سنة، على اعتبار أول لقاء جمع الفريقين في الموسم الأول لنفط البصرة كان يسمى بنفط الجنوب 2004 1-0
كانت لنفط البصرة عن طريق غيث مجيد. آخر لقاء المرحلة الأولى 2-0 للميناء. طبعا أفضلية للميناء ب11 انتصار مقابل 9 لنفط البصرة. التعادل حضر 13 مرة ما بين الفريقين. انطلاقة الآن والمحاولة من اليسار. مسلم موسى عيد الكرة، طالت على روبن كيليش، هذا اللاعب الغابوني. كرة اللعب راجعة، كرار يلعب الكرة لكاكاو، تغيير الأجهة اليسرى لحبيب فوفانا، لاعب اللي حصل على بطاقة قريبة جدا تصل للحارس عبد السليم حماد. كرة للميناء على عبد الزهرة، لاعب الدولي السابق، اللاعب الكبير. بالنسبة لي علاء هداف للدوري مرتين، 2016 مع الزوراء، 23 هدف، 2018 مع الشرطة ب28 هدف. بالنسبة لي علاء عبد الزهر. حسن داخل يلعب الكرة، حسن لحيدر، طالت الكرة. هذا التوغولي اسماعيل اورو، بينما هنا حيدر سالم. روبن كيليش لليسار، ميناء قراءة جيدة وقطع جيد، تصل لكاكاو، صراع تاكاوارا مع اوسينو، كيسندا يلعب الكرة، اونجو، انطلاقة، محاولة خطيرة خطيرة وضاعت. اسماعيل اورو هداف الفريق ب8 أهداف، حاول بالكرة. هذا سعد حافظ مدرب فريق نفط البصرة، مدرب اللي عمل مع الديوانية والبحري والنجف. أمامية الكرة، المحاولة سالم، ابعاد من دفاعات نفط البصرة إلى التماس. مصطفى عبد الجليل، اللاعب اللي سبق أن مثل الكهرباء وزاخو والنجف. كيسندا يلعب الكرة مع سالم، سالم أحمد للميناء، الإبعاد كان من توريه، راجعة أونجا، جوزيف نيجيري، هنا الخطأ، أوسينو لعلاء، تقطع الكرة، لاعب زيكي، هدف على كربلاء، يحاول كنغولي أرستوتي زيكي. كيسندا والمحاولة، هذا سالم أحمد، كرار نفط البصرة، تعادل سلبي لغاية الآن في ديربي البصرة. هذا اللاعب حيدر سالم، أونجا، قطع للكرة من فوفانا، الانطلاقة الآن إلى اليسار، مصطفى عبد الجليل لنفط البصرة، التمرير، حاول قطع للكرة من روبن، كيسندا لكرار، الانطلاقة لسالم، طالت الكرة، تماس لفريق نفط البصرة.
نفط البصرة طبعا 24 نقطة، 6 انتصارات، 6 حالات تعادل، وخسر 16 مرة، سجل 20 واستقبلت شباكة 39. بينما الميناء 28 نقطة، فوز في 7، تعادل في 7، وخسر 13 مرة، سجل الميناء 24 واستقبلت شباكة 30 كرة. هذا أورو، إسماعيل أورو هداف فريق نفط البصرة. هنا محمد سلمان حكم الدولي، طبعا دولي منذ 2019، 21 مباراة أدار كحكم وسط في هذا الموسم. مباراة للفريقين، أدار الميناء والشرطة مباراة 1-1 للميناء، وأدار مباراة الميناء وزاخو أيضا 1-1، وزاخو والميناء 1-0. ولنفط البصرة أدار لقاهم مع الشرطة اللي انتهى للشرطة بهدف لهدف. كرة خطيرة لنفط البصرة، محاولة من مصطفى مدافع المتقدم إلى الأمام لكن ضاعت. حيدر يلعب الكرة بالوسط، حسام مالك، إسماعيل أورو يحاول الآن، أونجا، جوزيف أونجا على عبد الزهرة، مينا ينتظر مسلم، موسى حاول طبعا اللاعب حيدر عادل، انطلاقه من مسلم خطيره للميناء من الجهه اليسرى والابعاد من كرار جمعه. حسن داخل يعيد الكره بمكان خطر، عاد من الحارس مجتبى محمد، سلامه للحارس مجتبى. نفط البصره رقم سلبي لهذا الفريق، شوف كانت قريبة جدا، خطيرة، ارجاع الكرة من حسن داخل إلى مجتبى محمد. آخر 10 مباريات لنفط البصرة لم يحقق الانتصار. آخر فوز لنفط البصرة كان على الحدود 3-1 في 9-2، وبعد ذلك 10 مباريات ما حقق الانتصار. انطلاقه الآن إسماعيل أورو، نفط البصرة، نفط البصرة يحاول، قريبة جدا لكن الإبعاد من تكوارا، يعني قريبين جدا على 3 أشهر على آخر فوز لنفط البصرة. يا سعد حافظ 10 مباريات، نفط البصرة ما حقق الانتصار، 4 مباريات انتهت بالتعادل، 0-0 3 مرات مع النفط وكربلاء والقرمة، 2-2 مع نادي القاسم، وخسر الفريق 6 مباريات، 0-1 من الكرخ ونفط ميسان، 0-2 من الطلبة والكهرباء، 1-2 من القوى الجوية، 1-3 من الشرطة. هل يحقق نفط البصرة الانتصار في هذا اليوم أم هناك كلمة للميناء؟ الميناء لديه مباراة مؤجلة مع دهوك، آخر 5 مباريات للميناء كان انتصارين على إربيل والنفط وتعادل مع النجف وخسارتين من نوروز ومن الشرطة وبنفس النتيجة يعني 0-1. كيسندا تقطع الكرة، كاكاو يلعبها بشكل ممتاز، الصراع الآن علاء يلعب الكرة لكرار، لمسة يد والخطأ على كرار جعفر، لاعب منتخب الشباب، اللاعب اللي يقدم دائما مباريات جيدة. غيابات الميناء، هنا غياب لكورنادو اللاعب الإسباني بداعي الإصابة. مجتبى نفط البصرة، عالية الكرة، أوسينيو
عباس ياس مع الميناء. بالنسبة لي عباس ياس ناشئين شباب رديف. راجع لي عباس، اوسينو، روبن كيليش، تاكاوارا. التمرير الى اليسار من علاء، مسلم خطيرة للميناء، سالم تحضير، الله حلوة الكرة بكرة مقصية، دبل كيك من علاء عبد الزهرة. لاحظ بالخبرة سالم عملية تحضير لعلاء. والله لو كان هدف واحد من أجمل أهداف دورينا بشكل رائع، لكن صاحي مجتبى ويمنع هدف. مجتبى محمد يمنع هدف لعلاء عبد الزهراء. عالية الكرة للبناء، المحاولة الرئيسية علاء قريبة جدا، ممكن هدف. ضاعت وعباس ياس للبناء، خطيرة الميناء السفانة أخطر على نفط البصرة. ضغط كبير، زيكي قريب لكن كيسندا يعيد لعبد سليم. أفضل أكثر وصول الميناء لغاية الآن. كرار مع مسلم للميناء، الإبعاد هذه المرة من جونيور توريه. حسن داخل، هدف على الشرطة. زيكي في صراع أفريقي مع تاكاوارا، ينجح زيكي، خطيرة الكرة لكن شوف الهدوء بشكل رائع من حيدر سالم. الميناء إلى كيسندا، الروح الرياضية وبالسلامة. 26 دقيقة وديربي البصرة والتعادل، لكن أفضلية للميناء. هدد مرمى فريق نفط البصرة. مجتبى منع هدف رائع. توجيهات لسعد حافظ. هاي جماهير السفانة، جماهير الميناء. وبالسلامة لمجتبى حارس مرمى فريق نفط البصرة. لاحظ الكرة الخطيرة اللي ضاعت. حيدر سالم بالمرة الأولى والمرة الثانية لعلاء، وشوف الخطورة من علاء عبد الزهراء. جماهير العريق، جماهير السفانة والحب. السوري حسام السيد 7 مباريات مع الفريق، عنده انتصارا على اربيل والنفط، تعادل مرتين مع النجف والقاسم، و3 خسائر لهذا المدرب. خسر من النجف 2-3، من نوروز 0-1، ومن الشرطة 0-1. بالنسبة لحسام السيد المدرب السوري، كان طبعا كيسندا الكنغولي، لاعب اللي يمثل نهضة بركان. عبد سليم لليسار، حيدر سالم راجع الكرة، تغيير الى الطرف الايمن. طالت اعتقد على تاكاوارا، اللاعب القادم من زيمبابوي، جون جيرالد تاكاوارا. الركنية الآن سعد حافظ، عمل أيضا مع سكوب المدرب التشيكي في المنتخب الأولمبي، عمل مساعدا. هذا كاكا مثل الفريقين
وزار شباك الفريقين. حسام مالك، حسام ركنية، محمد سلمان قريب، عالية الكرة بعد من دفاعات الميناء، راجع الكرة توريه يعيدها لحسام، محاولة خطيرة، انطلاقة من كيسندا، ارتداد تلعب لسالم، سالم أحمد للميناء، خطأ على جوزيف أونجا النيجيري، حرة مباشرة لفريق نادي الميناء. مباريات الفريقين في البصرة طبعا يعني هناك عامل مشترك ما بين الفريقين. خارج البصرة فقط انتصار وحيد تقريبا من 14 مباراة للفريقين. سنتحدث. عباس ياس تلعب عالية خطيرة، طالت الكرة إلى ركلة مرمى. شوف يعني خارج البصرة فوز وحيد للميناء على اربيل بال1-0. نفط البصرة خارج البصرة فوز وحيد على الطلبة بهذا. يعني انتصاراتهم اغلبها على هذا الملعب. زيكي يلعب الكرة بعد هذه المرة، زيكي لنفط البصرة، الهجوم الآن يحاول يمر، يلعب الكرة، كاكاو راجعة وبعيدة جدا إلى ركلة مرمى. حاول اللاعب حسن داخل نفط البصرة، لاعب اللي سبق طبعا حسن داخل أن مثل النفط ونفط الوسط. عنده هدف على الشرطة. هذا حسن داخل لاعب ارتكاز جيد. حيدر عادل راجعة، كرار جمعة لزيكي، كاكاو، انطلاقة، محاولة، اسماعيل، اوه مرة اخرى الى حسام مالك. حسام انطلاقة يحاول مع مصطفى عبد الجليل، هجوم الآلي نفط البصرة. مصطفى يحاول يمر، يحاول لكن قطع رائع من كيسندا لكرار جعفر، يحاول يمر، كرار لاعب مهاري، تمريرة للميناء، سالم قريب. هناك خطأ على جونيور توريه لاعب الإيفواري. ممنوع الحديث. تكلم مع اللاعبين الدولي محمد سلمان. الميناء طبعا في البصرة مباراة رقم 15 في 14 مباراة. الميناء فاز 6 مرات، فاز على الزوراء ونفط ميسان والنفط ونفط البصرة والحدود واربيل. تعادل 4 مرات مع زاخو والقاسم ودهوك والنجف، وخسر 4 مرات. الميناء خسر من الشرطة والقرمة ومن الكرخ، لكن الخسارة الأقصى كانت من نوروز بال5-1، بينما الخسارة الأقصى لنفط البصرة في البصرة كانت من القرمة 0-5. عالية الكرة، الميناء محاولة صراع، عباس ياس إلى علاء عبد الزارة، مرور ممتاز من علاء، التمرير حاول مع سالم، ما وصلت الكرة لسالم أحمد. روبن كيليش يلعب الكرة، كيسندا، انطلاقة من الكنغولي، حكم يشير الاستمرارية، توريه لحسام مالك، كاكاو، والتماس لنفط البصرة.
لاعب اوسينو، لاعب السنغالي مع مصطفى عبد الجليل. اللقطة الماضية مصطفى عبد الجليل صراع مع كان مع كيسيندا. كرة اللعب سهلة جدا لعبد السليم. داخلين على الدقيقة 34. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، ديربي البصرة والتعادل السلبي ما بين الفريقين. حسام مالك تسديدة ولكن إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى يحاول نفط البصرة. من الأسماء عدا حسام مالك جماهير السفانة كانوا بالصورة، جماهير الميناء. عدا حسام مالك اللي يمثل الفريقين زار شباك الفريقين أسماء أخرى. ناصر طلاع النجم الرائع مثل الفريقين، وعلاء عاصي أيضا مثل الفريقين وزار شباك الفريقين، وكذلك سجاد عبد الكاظم. يعني مو بعيدين. نفط البصرة والميناء وأشقاء وحبايب وقريبين. أوسينو من هناك، مسلم موسى تمريرة، روبن كيلي يلعب الكرة، القطع هذه المرة كان من حبيب، ابعاد للكرة وصلت إلى تكوارا يلعب الكرة، التمرير عباس ياس لعلاء عبد الزارة الميناء، مسلم لعباس حاول الميناء، مسلم يعيد الكرة، روبن كيليش، أوسينو، كيسندا تلعب محاولة تسديدة، ارتداد للكرة هذه المرة من حبيب فوفانا اللاعب اللي حصل على بطاقة صفراء. تماس الآن هذا اللاعب الإيفواري حبيب، بينما هنا كان المدرب السوري طبعا حسام السيد. هاي التسديدة لمسلم والقطع من كرار. حيدر عادل يلعب الكرة، انطلاقة زيكي إلى أورو، الله خطيرة كانت لنفط البصرة. التوغولي اسماعيل أورو عنده 8 أهداف، 2 على الكهرباء، هدف على الطلبة والحدود ونوروز ونادي القاسم وزاخو والقوى الجوية. يسارية قوية إلى ركلة مرمى. حسن داخل عيد الكرة مع حيدر عادل، راجعة لكرار جمعة، جونيور توريه بعيدة جدا تصل لعبد السليم حمران. تكوارا يلعب الكرة، ميناء، روبن كيليش، من هناك لعباس ياس، أوسينو السنغالي، عالية سالم قريب، القطع من توريه، كاكاو، حسام حاول بالوسط إلى جوزيف أونجا. تعادل السلبي لغاية الآن ما بين الفريقين في ديربي البصرة. انطلاقة، شوف الانطلاقات لمصطفى عبد الجليل، طبعا هناك واجبات هجومية من المدرب طبعا سعد حافظ، واضح
يلعب بثلاثة قلوب دفاع، يلعب بكرار وتوريه وفوفانا، وعلى الأطراف هناك مصطفى وحيدر عادل. خطيرة، زيكي حاول بالكرة عند ارتكاز لاعبين اونجا وحسن داخل. سام مالك خلف المهاجمين اللي هم زيكي واسماعيل اورو. تكا ورا الدولي محمد سلمان يوقف المباراة، وبالسلامة لمصطفى عبد الجليل الظهير الايسر لفريق نفط البصرة. طبعا محمد سلمان دولي 2019، طالب دكتوراه في التربية البدنية. عوائلنا الكريمة، الصغار الكبار الجميع والحضور، هاي جماهير السفانة، جماهير الميناء. هذا ناصر طلال، هذا النجم الكبير، نجم الميناء والزوراء والبصرة، المدينة الرائعة، أم العراق، خزانة العرب، عين الدنيا، ذات الوشامين، ثغر العراق الباسل. طبعا مدينة الفن والعلم والأدب والرياضة والاقتصاد بالنسبة لي البصرة. شوف البراءة والطفولة والحب والعشق للميناء، للسفانة، يعني بالوراثة، عائلة، الأب، الأم والأطفال وحضورهم وتعليمهم على حب الكيان، حب الميناء، حب السفانة. الفريق العريق، لكن طولوا كثير السفانة، يعني تحدث 48 سنة وبعيدين عن اللقب. هنا سعد حافظ مدرب نفط البصرة، طبعا معاه عماد عودة وسالم نيروز، أكرم صبيح مدرب للحراس. جماهير الميناء والبحث عن النقاط الثلاث، أسابيع صعبة قادمة، مثلما هو الصراع في المقدمة هناك صراع في مؤخرة الترتيب. مسلم يلعب الكرة لكرار، التحضير مرة أخرى، المحاولة على طالة أوسينو إلى مسلم موسى، راجع الكرة روبن كيليش، كيسندا، هجوم للميناء، محاولة من الطرف الأيمن، كيسندا طالت الكرة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لفريق نفط البصرة. واحدة من المباريات المقفلة. بدلاء الميناء كانوا في الصورة. عالية الكرة، حرة مباشرة وخطأ على سالم أحمد لفريق نفط البصرة. كرار يلعب الكرة مع حسام. الأخطاء 5 ضد نفط البصرة، خطأين ضد الميناء. اسماعيل أورو، تحضير، حسن داخل يحاول بالكرة لمصطفى عبد الجليل، عالية والرأسية لكن تقطع من تكوارا. قطع من مدافعي الميناء.
تمرير مع كرر زيكي لحسام مالك. اونجا يحاول تقطع الكرة، انطلاقة الآن من علاء عبد الزارع، يحاول يمر، تمريرة لكرر، ينتظر كيسندا، لاحظ إلى كيسندا، روبن كيلش تغيير إلى الجهة اليسرى، يحاول يمر، عباس ياس معه، غير راية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكرر الميناء مرة أخرى، محاولة كيسندا وضاعت على الميناء مرة أخرى خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن إبعاد من دفاعات نفط البصرة. حسام الهجوم المرتد الآن، أورو إسماعيل ينطلق التوغولي، لكن إبعاد من حيدر سالم إلى الركنية، ركنية لنفط البصرة، هذا إسماعيل أورو، وهنا زيكي. جماهير الميناء مباراتين الفريق ما مسجل، آخر مباراتين طبعا خسارتين، ركنيتين لنفط البصرة، ركنية وحيدة للميناء. حسام مالك الآن عالية داخل منطقة الجزاء، الإبعاد من الدفاعات، انطلاقة للهجوم المرتد، كرار يحاول بالكرة تقطع من هناك، محاولة حسام عالية وخطيرة ومرت من الجميع إلى ركلة مرمى. حسام مالك في محاولة خطيرة لنفط البصرة، كرار حاول يلعب الكرة، طالت إلى التماس لنفط البصرة، دقيقتين كوقت بدل تعادل سلبي حبايب. هذا فوفانا لاعب اللي حصل على بطاقة صفراء، مدافع نفط البصرة، تقطع من تكوارا، تماس لنفط البصرة، رقابة لصيقة طبعا على اسماعيل أورو. وهنا مصطفى عبد الجليل، مصطفى يحاول في هذه الكرة، نفط البصرة عالية داخل منطقة الجزاء ويعيدها بشكل رائع. عباس ياس إلى عبد السليم حماد، ثواني أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول. عباس ياس كرة اللعب لي على قطع من دفاعات نفط البصرة، وبالتحديد من جوزيف أونجا، هذا علاء عبد الزارع اللاعب الدولي السابق مهاجم فريق الميناء. بينما هنا عباس ياس للميناء، ابعاد من حيدر عادل، صافرة الحكم الدولي محمد سلمان طبعا تنهي شوط المباراة الأول. ديربي البصرة حبايب، تعادل سلبي ما بين الفريقين. لنا عودة بعد فترة الاستراحة وبداية الشوط الثاني، إلى اللقاء. خامس مباراة على التوالي يحصلون فيها نقاط، يعني شيء جميل وعدم الخسارة، لكن ما زال هنا الكرة الخطيرة والإبعاد، والكرة الخطيرة، جول 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 جول. الكابتن وليد كريم يسجل أول أهداف اللقاء في الوقت القاتل،
في الوقت القاتل يسجل في مرمى ديالا. أتحدث عن عدم خسارة نادي ديالا للمباراة الخامسة على التوالي، لكن وليد كريم يستغل الهفوة في دفاعات نادي ديالا ويسجل هدف في الدقيقة الأخيرة من أحداث هذا اللقاء قبل نهاية 90 دقيقة بثواني. شاهد الكرة ال1-2 ما بين عمار غالب واللاعب أحمد خالد الذي لعب الكرة، والإبعاد لم يكن بالصورة الصحيحة من علي خالد، واستغل هذه الأفواه وليد كريم وصوم بزاوية صعبة في مرمى الحارس وسام محمد الذي لم يستطيع فعل أي شيء أمام هذه الكرة التي شاهدها كيف تسكن شباكه، ووليد كريم يسجل هدف قاتل، هدف غالي، هدف العودة إلى سكة الانتصارات لنادي النفط. تلعب الكرة العالية من علي ياسين، هنا الراسية وصلت لرضا فاضل، رضا فاضل، هل يمر رضا فاضل من أمام علي خالد؟ والكرة الخطيرة ما زالت مصعد نادي النفط، وتأتي الكرة تصويبه، جول خلاص. ستار ياسين يصادق على ال3 نقاط، يصادق على الانتصار، يصادق على فوز نادي النفط على نادي ديالا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب كبدل ضائع. يسجل نادي النفط الثاني أهدافه عن طريق ستار ياسين الذي أيضا صوب كرة قوية جدا سكن الشباك البرتقالي، سكن الشباك ديالا. ديالا ينهار في الدقائق الأخيرة، ديالا يستقبل هدفين في غضون 4 دقائق، مرة أولى عن طريق اللاعب عن طريق اللاعب وليد كريم، ومرة ثانية عن طريق اللاعب ستار ياسين. شاهد رضا فاضل كيف مر من أمام علي خالد الذي أيضا أخطأ في هذا الهدف، وعمار غالب هي الكرة، ستار ياسين تصويبة قوية صعبة جدا على وسام محمد حارس المرمى، وهدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة نادي النفط. وديالا يعاني في الوقت القاتل، في الوقت المضاف. شاهد هذا الهدف. وايضا القوه الجويه دخل بنفس الاسماء بوجود محمد رحيم، رسلان حنون، زيد تحسين، مصطفى وليد. هذا ميسوكي. عمليه الهجوم الان لصالح نادي القوه الجويه على مرمى الزوراء. البدايه في الشوط الثاني. هذا ميسوكي يحاول ان يتلاعب بدفاعات الزوراء. الله، اغرب من الخيال. ميسوكي الكاميروني، الأسد الكاميروني يسجل للقوة الجوية. أي بداية، أي إثارة بالشوط الثاني، أي لحظات في بداية الشوط الثاني. الكاميروني ميسوكي بعدما تلاعب بدفاعات الزوراء يضع كرة في مرمى الزوراء ليعلن عن افتتاح التسجيل. إذن هدف أول لفريق نادي القوة الجوية في مرمى الزوراء، وقد تكون هناك عودة إلى الفار. إذن ميسوكي الكاميروني يسجل لفريق القوة الجوية، وتنطلق القمة مع البداية للشوط الثاني لصالح الصقور على حساب النوارس. هدف 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 للقوة الجوية يشعل الأجواء في هذا اللقاء، في هذا الكلاسيكو. لاحظ ينطلق الكاميروني، الأسد الكاميروني يمر من دفاعات الزوراء، مر من مصطفى ناظم، مر بهذه الطريقة وتلاعب بمصطفى ناظم وسدد على المرمى على يمين جلال حسن ليعلن فريق القوة الجوية عن افتتاح التسجيل في بداية الشوط الثاني في مرمى الزوراء. مع فريق القوة الجوية ركلة حرة الآن داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله، مراد 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 محمد البديل لفريق الزوراء. الله 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 الله، عادت النوارس، حلقت النوارس، حلقت النوارس بعدما حلقت الصقور في البداية للشوط الثاني. تحلق الآن النوارس من خلال هذه اللحظات بهدف تعادل. مراد يساهم في حالة الطرد لزيد تحسين ويسجل هدف التعادل برأسية يضعها في مرمى القوة الجوية.
عادت النوارس، حلقت النوارس، عدلت النوارس الآن في مرمى القوة الجوية. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، لاحظ التمريرة، لاحظ الارتقاء. يا جمالك يا جمالك، يا هدف جميل لفريق الزوراء في مرمى القوة الجوية. الله 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 على النوارس، الله على النوارس. أنا قلت إن حالة الطرد راح تكون مؤثرة لفريق القوة الجوية، حالة الطرد لفريق القوة الجوية. بعد حالة الطرد لزيد تحسين، الزوراء يستغل النقص العددي ويرتقي اللاعب مراد محمد ويضع على حارس المرمى محمد رحيم، يسجل هدف التعادل لفريق الزوراء. لفريق الزوراء بأمان وسلام ما بين الزوراء والقوة الجوية. مرور للمنذر العلوي. الزوراء 8 دقائق وقت محتسب بدل ضاع، 8 دقائق هل ستكون كافية للزوراء لتسجيل هدف ثاني؟ جول! الله على الجمال، أغرب من الخيال، يسجل المنذر العلوي. المنذر العلوي يسجل هدف ثاني. الزوراء وقلب الطاولة على الصقور، النوارس وقلب الطاولة على الصقور بهدف ثاني. الله على الفرحة لجماهير الزوراء، للاعبي الزوراء. الله على المنذر العلوي، الله على بدلاء الزوراء، الله على مراد محمد، الله على المنذر العلوي. صاروخ في مرمى القوة الجوية. هدف ثاني، هدف ثاني، هدف ثاني، هدف ثاني. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة. صعبة يا عبادي، صعبة صعبة يا عبادي، صعبة 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 صعبة. الله 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 على المنذر العلوي. أي بدلاء أشركت يا حيدر عبيد، أي بدلاء وضعتهم في الشوط الثاني يا حيدر عبيد، أي بدلاء جاءوا بالفرحة لجماهيرك يا حيدر عبيد. الله على المنذر العلوي، الله يا العلوي، الله يا منذر العلوي يسجل هدف ثاني. العماني ينشر الفرحة، ينشر الحلوى، ومشهور الحلوى العمانية. سيدريك شيركو قريبة جدا، قطع من مينا، سيف، محاولة، علي قريب، وهدف هدف 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 لأربيل عن طريق شيركو كريم. هدف 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 للإمبراطور، هدف لأولير بأخطاء دفاعية واضحة. أربيل يسجل عن طريق شيركو كريم صاحب الرقم 7 يصل إلى هدف الثامن بدوري. لاحظ الإرباك في الدفاعات، أخطأ هنا علي حسن أمام لاعب خبرة، أمام لاعب مميز. شيركو كريم يفتتح التسجيل لأربيل بهدف جميل. لاحظ الإرباك والفوضى، وهدف هدف هدف أول لأربيل. هي مباراة مقفلة تماما، ومباراة تعتقد الهدف الوحيد. إليسو بمنتصف الملعب ونقل للحارث حاتم، الحارث حاتم عدى بهذه الكرة من الحارث، المرور والله هذا هو الحارث حاتم. نعم، حاتم بكرمه، حاتم بأداء، هذا هو الكريم أمام الظاهر أيمن الحكيم. يا ترى ماذا قال أيمن الحكيم للحارث حاتم ليكون كريما بهذا الأداء وبهذا المرور؟ شاهد التمريرة من إليسو، أعطى كرة على طبق من ذهب، وبهكذا مكان عندما تكون تحت أقدام الحارث حاتم هو الخطير بكل شيء، بكل تفاصيله، بأداء، بمرونته، بمهارته، بلمسه. رسام وضعها في الزاوية البعيدة على الحارس، ويعلن عن أول أهداف المباراة لنادي القاسم. الحارث حاتم يسجل أول أهداف المباراة، فيها أمل بأن تعود لكتيبة عبد الجبار بهدف، ويونس على التنفيذ بتصويبه. الله، هدف
هدف التعادل اصفر للكرخيون ويونس غني. نعم يا يونس غني يعدل نتيجة المباراة لنادي الكرخ بتصويب عادة الأمل. بهذه التصويبة الرائعة يأتي هدف التعادل، اصطدت بأقدام المدافعين. نعم بهذه الكرة هي اصطدت بقدم المهاجم سيف رشيد الذي كان يريد أن يكون سدا منيعا، ولكن انهدر أمام تصويبة اللاعب يونس غني. 0-0 لغاية الآن، إلا إذا هدف قاتل، إلا إذا هدف ينهي من خلاله المباراة. مصطفى راضي نور الله جول! قاتل هدف قاتل في الثواني الأخيرة، هدف قاتل في الثواني الأخيرة. نور المصطفى لكربلاء، هدف قاتل لكربلاء في اللحظات الأخيرة، في لحظات في مباراة مع وجود الصافرة. تحدثنا على انه ربما تأتي الصافرة، ولكنه مصطفى راضي. هيا الكرة لنوريو. الله 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 على كربلاء، الله على كربلاء وما يفعله كربلاء في اللحظات الأخيرة، في الأنفاس الأخيرة. نور المصطفى. والقرمة لا يسجل. صائب عالية، فطر ريتشارد برأسية بعد صيام طويل 354 دقيقة، 3 مباريات وتقريبا نصف المباراة. سجل الأوغندي ريتشارد كازقا برأسية. القربة برأسية يفطر على مائدة الطلاب بعد غياب طويل. ريتشارد الأوغندي برأسية على يسار فالطالب. القرمة يسجل برأسية عن طريق الأوغندي. ريتشارد أول للقرمة. فرحة أحمد خلف. عالية الكرة، خطيرة، جول! هدف ماسوفا سايمون ماسوفا للأنيق للطلبة يعدل. سجل في بغداد سايمون ماسوفا ويسجل الآن في الرمادي. هدف التعديل للأنيق. حلوة يا مسو، يحيي الجماهير. الأنيق يعدل. الله، يعني طريقة أخذ للكرة، شوف راح بيها محمد حميد وعدل ماسوفا. سايمون ماسوفا يعدل. حاول دوحي لكن كرة في الشباك. شوف المرور، يعني استلام بمرور بهدف عن طريق التنزاني ماسوفا يصل إلى هدف التاسع بدورنا. ركنية أحمد عايد على التنفيذ. الركنية للكهرباء داخل منطقة الجزاء، خطيرة والرأسية، هدف أول، جول للكهرباء، هدف للكهرباء. حيدر عبد الكريم يسجل لفريق الكهرباء أول أهداف المباراة. الدقيقة 54 حيدر عبد الكريم
بكرة رأسية من ركنية يسجل على يمين حارس المرمى حسام مهدي. إذا الكهرباء يفتتح التسجيل عن طريق اللاعب الشاب لاعب الكهرباء القادم من الزوراء حيدر عبد الكريم لاعب منتخب شباب العراق. أول أهداف المباراة. لاحظ الإعادة من أحمد عايد إلى رأس اللاعب حيدر عبد الكريم اللي يضعها بكل حرفنة على يمين حارس المرمى حسام مهدي ليسجل الكهرباء أول أهداف المباراة. إذا الآن يسجل فريق الكهرباء في مرمى نفط البصرة. في مرمى نفط البصرة وحيدر عبد الكريم يضعها في المرمى. هدف للكهرباء وقبلها فاز على أربيل 3-1 اللي خطف فوز ثمين فريق نادي أربيل. محاولة الهجوم الآن محاولة ممكن ثاني حيدر عبد الكريم والعارضة والحارس والمتابعة وهدف ثاني. هدف ثاني للكهرباء. وقاع رمضان يسجل هدف ثاني وهدف الثاني مع الكهرباء. وقاع رمضان بعد المجهود الفردي عن طريق حيدر عبد الكريم والحارس حسام أنقذها ارتدت من العارضة ليكملها وقاع رمضان ليسجل ثاني الأهداف لفريق الكهرباء. وقاع رمضان بعدما سجل في مرمى أربيل الآن يسجل في مرمى نفط البصرة. وقاع رمضان قادما من الكرخ. الكهرباء يسجل ثاني أهدافه. لاحظ الإعادة حيدر يسدد لكن حسام أبعدها والعارضة ردتها ثم يكملها وقاع رمضان ليسجل فريق الكهرباء ثاني أهدافه في مرمى. أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، جد التحية معكم ويسرني أن أنقل لكم ديربي البصرة بين نفط البصرة والميناء في لقاء مهم للفريقين طبعا لحساب الجولة 29 من دوري نجوم العراق موسم 24-25. لما التحق بنا الآن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، وأول ورقة للسيد حسام السيد طبعا مدرب فريق الميناء بإشراك اللاعب أندريه الصناطي بديلا لمسلم موسى اللي ترك المباراة. الميناء بالأزرق على يمين الشاشة بينما نفط البصرة بالأحمر والأسود على يسار الشاشة. وتشكيل طبعا حسام السيد مدرب نادي الميناء. يلعب بعبد السليم حماد بحراسة المرمى، هناك كيسندا تكوارا عباس ياس وحيدر سالم بالدفاع، هناك أندريه الصناطي أوسينيو روبن كيليش كرار جعفر سالم أحمد وعلاء عبد الزارة بخط المقدمة. الخطأ الآن حرة مباشرة للميناء عالية وابعاد من مجتبى. تهديد أول كرار قريب ضغط من الميناء في بداية الشوط الثاني. محاولة لكرار يبحث عن خطأ سعد حافظ طبعا مدرب فريق نفط البصرة، ونفط البصرة بالأحمر والأسود. على يسار الشاشة يلعب بمجتبى محمد بحراسة المرمى. خط الدفاع مصطفى عبد الجليل فوفانا وتوريه كرار جمعة حيدر عادل. بالوسط جوزيف أونجا حسن داخل حسام مالك. هناك أيضا زيكي. هجوم الآن من كرار للميناء وطالت الكرة بينهم في المقدمة. بالنسبة لنفط البصرة إسماعيل أورو لاعب التوغولي هداف الفريق. توفيق طبعا للميناء ولنفط البصرة في ديربي البصرة. طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الحكم الدولي محمد سلماني، سعد حيدر، عبد الحسن محمد، لؤي صبحي، محمد كامل كحكم رابع. في غرفة الفار أحمد كاظم، وليد عبد السلطان، بينما صباح عبد الحكم الدولي السابق مقيما للحكام. كرة بالوسط زيكي
حصل الكرة لنفط البصرة، تلعب اونجا لكن القطع من روبن كيليش بالوسط. اندريه يلعب الكرة، راجع لكرار جعفر. الميناء مركز 16 ب 28 نقطة، نفط البصرة المركز 17 ب 24 نقطة. كرة بالوسط، اوسينو حاول اللعب، سالم تلعب، اندريه من هناك، اندريه محاولة، هدف لاندريه السناطي، الكرة الله، هدف 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 للسفانة للميناء الكنغولي كيسندا. شوف الظهير الايمن، اول للسفانة، اول للميناء بكرة قوية جدا. تسيليا كيسندا الظهير الايمن الكنغولي. لاحظ سالم، لكن حلوة بالحكم اللقاء، اعطى الادفانتج هنا اندريه الصناطي. لاحظ التحضير كيسندا بزاوية صعبة، وهدف اول للسفانة، هدف اول للميناء بكرة قوية جدا عن طريق كيسندا المدافع الكنغولي. حلوة المباراة الآن، اول للميناء، اول للسفانة، وفرحة السوري حسام السيد بالهدف. طبعا معاه الحارس الدولي السابق عامر عبد الوهاب. فرحة كيسندا بالهدف الاول للميناء. حلوة المباراة، حلو الشوط الثاني، هدف اول للميناء. نفط البصرة يحاول الان ان يعدل الميناء، وبداية قوية. سالم يحاول بالكرة، فكرتها جميلة لكن مرت الى ركلة مرمى. التقدم للميناء عن طريق كيسندا. كرار جمعة أمامية، زيكي حاول بالكرة مع أورو، انطلاقة من زيكي لنفط البصرة. يحاول نفط البصرة التمرير، حيدر عادل، وحرة مباشرة وخطأ. نفط البصرة في 14 لقاء سابق فاز 5 مرات، تعادل 4 وخسر 5 مرات. فريقين عندهم مباريات صعبة قادمة. يعني نفط البصرة سيضيف دهوك، النجف، الشرطة، وإربيل. جماهير السفانة فرحة بالتقدم بالهدف. كاكاو حسام مالك لنفط البصرة في مكان أخطر من الركنية. حاول نفط البصرة أن يعدل. حسام لنفط البصرة، عليا بعد من دفاعات الميناء. الانطلاقة الآن أندريه الصناطي، هدف لأندريه، سجل على الكرخ وسجل على الزوراء. الانطلاقة الآن من اليمين، المحاولة طالت هذه المرة على كيسندا. ظهير أيمن نموذجي عصري، دائما ما يتقدم إلى الأمام ودائما ما يسجل. هدف الأول الآن بالدوري، دائما ما يشكل الخطورة وليس يسجل. يعني هذا كيسندا الكنغولي، هدف الأول للميناء. حسام يلعب الكرة إلى زيكي، إسماعيل أورو، التحضير مع حسام مالك. حسام والانطلاقة من حيدر عادل. شوف الظهير الأيمن، اثنينهم شغالين، كيسندا ونفط البصرة. زيكي حاول بالكرة، زيكي داخل منطقة الجزاء. زيكي لنفط البصرة، طالت الكرة، طالت ضاعت، والقطع هذه المرة
أندريه السناطي يؤدي مباراة ممتازة لكرار، تلعب لي على عبد الزهرة. الميناء يبحث عن ثاني لسالم، سالم التمريرة لكن أقرب لكرار جمعة. توريه، حسن داخل في الوسط لنفط البصرة إلى اليمين، حيدر عادل، نفط البصرة، المحاولة مع زيكي، أورو قريب، إسماعيل ينطلق في صراع أفريقي مع كيسندا صاحب الهدف، يلعبها إلى تكوارا، روبن كيليش، أوسينو، حركة لعب جميلة للكرة على التغيير إلى اليسار، انطلاقة، مرور ممتاز من عباس ياس، خطورة الآن لكرار جعفر، الميناء وإلى على عبد الزهرة، التمريرة من هناك، أندريه صناطي، عالية الكرة، الله، حلوة للميناء، علاء عبد الزهرة هداف الفريق ب6 أهداف. شوف الطرب، شوف الفرح على المدرجة، رائع الميناء، حلوة للسفانة في الشوط الثاني، أفضل أخطر لكن بدخول الأندريه صناطي أعطى الإضافة، أعطى القوة، أعطى النشاط في خط المقدمة للميناء. كرة اللعب، محاولة، كرار، ضاعت هذه الفرصة. كرار جعفر عنده هدف وحيد على أربيل، المباراة اللي انتهت للميناء بهدف. لاحظ الخطورة، ضغط أزرق، ضغط من السفانة، ضغط من الميناء، بداية قوية. زيكي، حسن داخل، نفط البصرة، أورو، تمريرة، إسماعيل، انفراد، خطيرة، أوه، ضاعت الكرة. تدخل كان جيد من حيدر سالم، حسن داخل يحاول، أضاح إسماعيل أورو، انطلاقة الآن والروح الرياض، بعد لي الكرة، سلامة لكيسندا، إسماعيل أورو، طبعا تراخى إسماعيل أورو في منطقة الجزاء، مهاجم في أقل من الثانية أن يفكر ماذا يعني، لكن شوف القطع الممتاز، أوه كيسندا، الكنغولي بهدف رائع، هذا الهدف وإنقاذ لهدف الآن، هذا كيسندا، واحد من الأهداف الجميلة، فرح، الطرب للميناء، الصغار الكبار، بالسلامة للكنغولي كيسندا. الميناء سيضيف الكهرباء والقوى الجوية وكربلاء والطلبة وديابة. طبعا الميناء مباراة القادمة سيضيف الكهرباء، نفط البصرة سيلاقي الزوراء في بغداد في لقاء مهم. جماهير الميناء تيسيلا كيسندا، الكنغولي بهدف جميل للميناء. راجع الكرة، عباس ياس يلعب الكرة، طبعا بخروج مسلم أصبح عباس ياس، وتسديدة لكن ركلة مرمى كظهير أيسر،
ودفع بأندريه السناطي مقدمة. هذا حسام السيد مدرب السوري. لاحظوا التسديدة من مصطفى عبد الجليل مدافع فريق نفط البصرة. طبعا نفط البصرة تأسيسه في عام 79 كان يسمى الرميلة، بعد ذلك أصبح نفط الجنوب في 2003. 2004 أصبح بالدوري الممتاز، وفي 2020 تغير إلى نفط البصرة، يعني عودة إلى شركة نفط البصرة. توريه مع كرار جمعة بيا الوسط. أونجا زيكي مع حيدر عادل، محاولة قطع لي الكرة. التمرير الآن بالوسط. أوسينو السنغالي، أندريه السناطي، راجعة لي تكوارا، يعيدها لي عبد السليم حماد حارس المرمى. كرة بالوسط. أوسينو، عباس ياس الميناء لكرار جعفر، يحاول يمر. كرار هجوم الآن، تمرير سالم، تحضير. الله 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 الله. العارضة بكرة هائلة لعلاء عبد الزهرة، واحدة من الجمل التكتيكية الرائعة. زيكي لنفط البصرة يحاول قطع من كرار، انطلاقة، طالت الكرة على أندريه إلى التماس. هذا السناطي، تغييرين دفعة واحدة. السيد سعد حافظ، واحد منهم عياد عبد فرحان سيشترك. تغيير مزدوج لسعد حافظ مدرب فريق نفط البصرة، لكن الميناء يؤدي مباراة رائعة. كرار جمعة راجع الكرة من كيسندا، عبد السليم. اوه كل غلطة بورطة يا عبد السليم حماد. التمرير الآن لكرار، لعب خطر. اسماعيل اورو والبطاقة حاضرة، يطالبون بالحمراء. اورو توغولي مهاجم نفط البصرة يحصل على بطاقة صفراء. لعب خطر. لاحظ اللقطة مع حيدر سالم. بالسلامة. اوه التوغولي. إذا كانت هناك إعادة والعودة إلى الفار يكون القرار صعب. الدولي محمد سلمان ينتظر. اسماعيل اورو بالسلامة. لا هناك دماء. بالسلامة. سلامة لحيدر سالم. التقدم بهدف عن طريق كيسندا للميناء، للعريق، للسفانة. يعني علاء عبد الزهرة يتحدث مع الدولي محمد سلمان. سيعود إلى الفار ربما. أي نعم. هل هناك بطاقة حمراء؟ راح نشيك. ماذا سيقول الفار؟ ماذا سيقول؟ اهدأوا،
يتحدث مع الفار. اوه لا عاد للفار اعتقد بطاقة حمراء، رأي شخصي متواضع، لكن يبقى القرار للدولي محمد سلمان. لاحظ في هذه اللقطة التوغولي اتخذ القرار محمد سلمان بعد العودة للفار. أصفر ماكو، أحمر طرد. طرد اي نعم، طرد لإسماعيل أورو نفط البصرة. طبعا سيلعب منقوص العدد بعد هذا الحادث. سلامة طبعا لحيدر سالم، ارتقت إلى البطاقة الحمراء والطرد. محمد سلمان والطرد. سلامة لحيدر سالم. ربما حسين عامر سيشترك بديلا لحيدر سالم في صفوف الميناء. هناك تغيير أكيد. سعد حافظ ربما مدرب نفط البصرة سيعيد حساباته. نفط البصرة خارج ملعبه سيلاقي الزوراء والحدود ونوروز وزاخو وديالى. شوف الفريقين خارج ملعبهم، يعني الميناء 6 من 36، يعني 6 نقاط من أصل 36. فوز على أربيل وتعادل 3 مرات مع الشرطة والقاسم وديالى. خسر الميناء 8 مباريات، خسر من زاخو والحدود الكهرباء النجف النفط الطلبة كربلاء والقوى الجوية. فعلا تغيير أول للسيد حسام السيد، تغيير ثاني بعد دخول أندريه الصناطي. يشترك الآن حسين عامر، طبعا لاعب منتخبنا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 مع السيد راضي شنيشل. أوسينو، أندريه الصناطي تلعب من هناك، كيسندا، حسين عامر لعباس ياس، راجع الكرة للميناء إلى تكوارا، لعباس، الميناء يعني مركز 16 يبحث عن 3 نقاط وراح يبقى في مركزه إذا ما فاز. الحديث مبكر لكن يصل إلى النقطة 31. روبن كيليش، تمريرة أندريه صناطي تلعب لي على راجعة كيسندا، كيليش عيد الكرة لعبد السليم، التمريرة الآن عباس ياس، أوسينو، كرة اللعب الميناء. مع الهدف يكون عندنا 606 هدف في دورينا في 279 مباراة، ويبقى في صدارة الهدافين طبعا ميمي مهند علي ب20 هدف، لاعب الشرطة ثم لاعب زاخو. جوستافو هنريك ب16،
ثم مروان حسين لاعب نوروز ب 14. مجتبى محمد نفط البصرة. كرار جمعة. صادق زامل سيشترك بصفوف نفط البصرة. لاعب السابق اللي يمثل الشرطة بفترة من الفترات سيدفع به المدرب طبعا سعد حافظ. عباس ياس ميناء تمرير، وسيشترك اياد عبد فرحان. عبد السليم محمد. الميناء كرار قريب راجع الكرة عباس لي كرار على بدأ يميل على عبد الزهرة إلى الأطراف. تكوارا كيسندا صناطي خذوات انطلاقة من صاحب الهدف كيسندا. أندريه ميناء تمرير لي على لكن أقرب لحسن داخل يلعبها مع حيدر. عادل زيكي سقط زيكي. تغيير الآن حسن داخل ترك المباراة. وكذلك حبيب فوفانا لاعب الإيفواري اللي اشترك طبعا صادق زامل، وكذلك اياد عبد فرحان بصفوف نفط البصرة. هذا زيكي تيسيليا كيسندا. لقطة رائعة للبصرة. أم العراق ثغر العراق الباس. جماهير السفانة جماهير الميناء فرح بالتقدم بالهدف لغاية الآن. عالية الكرة الفار وربما بطاقة حمراء ثانية. لاحظ أوه 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 يا مصطفى يا عبد الجليل بهذه اللقطة. مصطفى عبد الجليل لاحظ أوه. مصطفى حكم الدولي محمد سلمان بطاقة صفراء على مصطفى عبد الجليل. يا طبعا كان قلق طبعا مصطفى من الحمراء حتى باسل الحكم يعني بهذه اللقطة. تكون مشكلة يعني على نفط البصرة بطرد ثاني بظرف 10 دقائق.
وهنا الدولي محمد سلمان طبق روح القانون. كرة اللعب حسام عالية، ابعاد من دفاعات الميناء. محاولة الآن جوزيف أونجا. حيدر عادل نفط البصرة، المحاولة لصادق زامل، محاولة خطيرة لكن إبعاد للكرة بشكل جيد من تكوارة. تلعب عباس ياس، الانطلاقة من هناك أندريه الصناطي يحاول يلعب الكرة مع سالم، خطيرة للميناء. الله 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 الله، سالم أحمد بمحاولة جيدة، كان ممكن ثاني للميناء بهذه الكرة، لكن شوف أندريه لاعب منتج، لاعب أعطى الإضافة، أعطى النشاط في خط المقدمة، صنع هدف مع كيسندا، ويمرر كرة رائعة لسالم ضاعت على الميناء. كرار جعفر في صراع، حرة مباشرة وخطأ. حسام مالك، اياد البدلاء، اياد عبد فرحان يحاول قطع للكرة، طبعا اياد عبد فرحان لعب للميناء ولعب للنوروز. هذا كرار جمعة. تغيير آخر، حسين عباس مع عباس جاسم. اعتقد مرشح مصطفى عبد الجليل لترك المباراة. أول شيء حصل على بطاقة صفراء. محاولة من هناك، سالم عيد الكرة، أوسينو، كيسندا، شوف التمرير صاحب الهدف مع أندريه، لاعب مهاري، لاعب فنان في منطقة الوسط بالنسبة للميناء. عباس ياس، ميناء تلعب، محاولة لكرار، انطلاقة للميناء، يحاول يمر لكن القطع من حيدر عادل. أمامية الكرة روبن كيليش، أندريه صناطي راجع الكرة، لعباس، عباس ياس، ميناء يمر التمرير مع علاء، التحضير هذه المرة إلى أوسينو، أندريه، سالم، حكم قريب يشير استمرارية، كاكاو لكن عودة من كيسندا إلى تكوارا مع حسين عامر في الوسط إلى الطرف الأيسر على ميناء. الآن التغيير، أعتقد زيكي يترك المباراة إلى حسين عباس. ومصطفى عبد الجليل مثل ما توقعنا. اشراك طبعا لعباس جاسم والحسين عباس بصفوف فريق نفط البصرة. كرة اللعب، كيسندا صاحب الهدف إلى أوسينو،
بالسلامة. جماهير السفانة، جماهير الميناء، كرار جعفر بالصورة. نقاط مهمة للفريق. هذه اللقطة وهنا العودة. بطاقة صفراء كانت وبها بوس قبلة للحكم، لأن مصطفى عبد الجليل كان متوقع البطاقة الحمراء، ولو حصلت البطاقة الحمراء يكون عندهم طرد اثنين، يعني اسماعيل اورو ومصطفى. التماس الآن. هذا يا عبد فرحان لاعب الميناء السابق ولاعب نادي نوروز. كرة بها الوسط، عباس جاسم عيد الكرة. حسين عباس لاعب القادم من النفط يلعب الكرة. روبن كيليش، خطأ وبطاقة على كرار جمعة، بطاقة صفراء على كرار جمعة لاعب فريق نفط البصرة. أفضل مركز لنفط البصرة بتاريخ مشاركاته كان خامس الترتيب موسم 2013 بعد الشرطة وأربيل وأمانة بغداد والقوى الجوية، ويومها كان المدرب عماد عودة، والآن مع الكادر التدريبي مع السيد سعد حافظ. عباس جاسم كان بالصورة. كيسندا أندريه تقطع الكرة بها الوسط. أونجا سالم حكم المباراة يعطي الاستمرارية. كرار جعفر مع حيدر عادل و سلامة لسالم أحمد. توريه جونيور ليفواري لكرار نفط البصرة. حميد رشيد الطائي في طريقه للاشتراك في صفوف الميناء. أندريه صناطي مع روبن كيليش، قطع للكرة لأياد. عباس جاسم لأياد نفط البصرة. كاكاو تمرير، قطع للكرة. كيسندا صاحب الهدف لروبن كيليش. حسين عامر لاعب اللي اشترك بالشوط الثاني مع عباس ياس. الميناء شوط ثاني جيد، وهناك بطاقة على حسام مالك، بطاقة صفراء على كابتن فريق نفط البصرة على حسام مالك. كرار جعفر يترك المباراة لحميد الطائي.
أمامية من كرار جمعة. ابعاد للكرة 7 دقائق على نهاية المباراة. ديربي البصرة تقدم للميناء بهدف عن طريق الكنغولي كيسندا. بطاقة صفراء على حسام مالك. صادق حاول بالكرة صادق زامل والخطأ. حرة مباشرة لنفط البصرة. خلينا نشوف 1-0 للميناء. 4 مرات، أولها 2006 مخلص عبد الستار، وآخرها في الموسم الماضي كان بهدف لمحمد جبار شوكان. لما انتهت المباراة بهذه النتيجة يكون 5 مرة. حسام عالية وخطيرة. عبد السليم حماد إلى الركنية. لما يخرج حارس المرمى يعني يجب أن يحسم الموضوع. سلامة طبعا لحيدر سالم. سلامة لمدافع الميناء حيدر سالم، واحد من الأسماء الشابة الرائعة، قدم موسم جيد، مشروع لاعب للمستقبل بالنسبة لحيدر سالم، وسواء كان لاعب ارتكاز أو لاعب قشاش. سلامة لعبد السليم حماد. الميناء سيبقى بمركز 16 لكن سيصل إلى النقطة 31. سيكون خلف الكهرباء طبعا بمركز 15. الكهرباء 34. لكن الميناء الموسم الماضي كان المركز 12 ب 42 نقطة، بينما نفط البصرة الموسم الماضي كان المركز 18 34 نقطة. يعني لعب البلاي اوف وبقتها. الركنية الآن لنفط البصرة عالية والرأسية وإلى ركنية أخرى. كليش الجابوني يبعد الكرة إلى الركنية، تلعب عالية وأبعاد من عبد سليم. صراع داخل منطقة الجزاء، حاول يبعد الكرة أوسينو، وهناك اعتقد بطاقة. هذا السنغالي بطاقة على اياد. عبد فرحان بطاقة صفراء. شوف اللقطة مع أوسينو لاعب السنغالي. العراقة السفانة الميناء يتقدم على الحداثة. طبعا نفط البصرة في ديربي البصرة. على عبد الزهرة عيد الكرة. أوسينو إلى كيسندا صاحب الهدف الوحيد. تمرير معه على طالة الكرة إلى التماس لفريق نفط البصرة. صادق زامل يترك الكرة. شوف اللقطة الماضية، هذا جوزيف أونجا. ابعاد للكرة، حاول حيدر عادل، والبطاقة الصفراء هذه المرة على حميد الطائي، اللاعب اللي اشترك منذ دقائق. حيدر عادل
قدم مباراة ممتازة اعتقد، يعني ربما هي اول مباراة لاعب يشترك اساسي. محاولة الان والخطأ والدفع، خطأ لحسين عامر، حرة مباشرة. حسام مالك باللقطة الماضية. عبد السليم أمامية، حرة مباشرة وخطأ للميناء. سلامة لسالم أحمد، لاعب اللي يعانى من الإصابات الكثير مع حسين عباس، اللاعب القادم من النفط، لاعب اللي اشترك بالشوط الثاني. دقيقة أخيرة على عمر اللقاء وسنلعب في الوقت بدل الضاع. تقدم للميناء بهدف للكنغولي كيسندا. روبن كيليش، أوسينو إلى كيسندا صاحب الهدف. حسين عامر يلعب الكرة، الميناء يحاول الاحتفاظ بالكرة لفترة أطول. حميد الطائي لكن قطع من توريه. حسام قريب، حرة مباشرة والخطأ. سنلعب في الوقت بدل الضعف. مجتبى محمد، عالية الكرة. حسام لآيات، علاء حاول يبعد الكرة. حسام مالك، نفط البصرة. 8 دقائق، سنلعب لغاية الدقيقة 98. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، التقدم في ديربي البصرة للميناء بهدف لكيسندا. سالم يحاول بيع الكرة. حميد الطائي تلعب، تكوارا بالوسط. أوسينو، أندريه الصناطي، أندريه تغيير إلى الجهة اليسرى. عباس ياس، حميد خذوات مع علاء، كرة اللعب لعلاء عبد الزهرة، تمريرة خطيرة خطيرة خطيرة. أندريه وضاعت الكرة. تسديد يكون على الزاوية البعيدة. الصناطي بكرة خطيرة على مرمى فريق نفط البصرة. شوف التمريرة الرائعة كانت من حميد الطائي. حميد رشيد الطائي، أمامية من مجتبى بالوسط، تصل لحميد على التمرير. راجع الكرة. حسين عامر، كيسندا، أندريه كيسندا صاحب الهدف. حاول الميناء الاحتفاظ بالكرة لفترة أطول. عباس ياس، تمريرة. حميد تقطع من كرار جمعة. عالية الكرة، تكوارا يترك الكرة بالوسط.
لاعب اوسينو تغيير لعلاء عبد الزهراء. لاحظ عملية الاحتفاظ بالكرة للميناء وبناء الهجمة. اوسينو، روبن كيليش، حرة مباشرة وخطأ. الخطأ لحميد الطائي. لاحظ الخطأ طبعا على جوزيف أونجا اللاعب النيجيري. حرة مباشرة. أحمد رحيم والحديث مع المدرب السوري سام السيد. سعد حافظ، أول مباراة للمدرب سعد حافظ مع نفط البصرة. جماهير السفانة وعلى عبد الزهراء التسديدة بالجدار. اياد عبد فرحان، حسام يعيدها لحيدر عادل بالوسط. جوزيف أونجا، حيدر يمر. نفط البصرة حاول بهذه الدقائق. عباس جاسم حاول. حسام أونجا لحسام مالك. دخلنا الدقيقة الخامسة. كرار عالية. تكوارا، ابعاد من عبد سليم. سالم قريب والتماس. تماس للميناء. لاعب آخر سجاد على يشترك بديلا لسالم أحمد. سجاد على موسم ثاني مع الميناء لهذا اللاعب الشاب. عباس ياس مع حميد، قطع للكرة. حاول اللاعب صادق زامل يلعب الكرة لحسين عباس، عالية لنفط البصرة. قطع من حسين عامر. حسام مالك والخطأ. مرت 6 متبقية على النهاية. تقدم للميناء بهدف عن طريق طبعا كيسندا. حرة مباشرة لنفط البصرة. اياد عبد فرحان والمينائي فرحان لغاية الآن بالتقدم. نفط البصرة حاول اياد يلعب الكرة. تلعب عالية والى ركلة مرمى بعيدة الكرة. اياد عبد فرحان لاعب اللي اشترك بالشوط الثاني، لاعب الميناء، لاعب نوروز. انتصار جديد للميناء. الميناء يصل للانتصار الثامن ونفط البصرة إلى الخسارة 17. هو الموسم الماضي نفط البصرة كان مركز 18 34 نقطة، تفادى الهبوط مباراة البلاي اوف، يعني فاز على نادي القاسم بهدفين لأثير صالح وعلاء رعد أمام مباريات صعبة. نفط البصرة يعني خارج ملعبه سيلاقي الزوراء والحدود ونوروز وزاق وديالة. حميد الطائي يلعب الكرة، قطع من كرار. ثواني أخيرة اعتقد خلاص المباراة، اعتقد المباراة خلاص.
عباس جاسم. الدولي محمد سلمان يطلق الصافرة لنهاية اللقاء. ديربي البصرة يتكلم للعراقة على حساب الحداثة، للميناء طبعا على حساب نفط البصرة. مبروك للسفانة، مبروك للميناء، طبعا الفوز بهدف عن طريق اللاعب الواضح بالصورة اللاعب الكنغولي كيسندا. مبروك للميناء، هارد لك لنفط البصرة. التقيكم مباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.